أستاذ أحمد زكريا، يمكن برضو أنت في أعماقك مليء بالتمني عن الحديث عن المخترعين واختراعاتهم وما يمكن الوصول إليه من أجل الحفاظ على هذه الاختراعات. تمام. هو احنا كلنا مؤمنين ان المخترعين والمبتكرين دول هم عماد المجتمع، قاطرة التنمية وقاطرة التنمية، ومصر لن تنهض الا بافكار واختراعات وابتكارات ابنائها. صحيح. تمام. هم دول المستقبل، هم عماد الامه، هم النواه الحقيقيه لازدهار مصر وتقدمها، وهم امل الامه في التقدم والازدهار والرقي والفخر بالكونيه المصريه امام العالم كاجمل. وانا برضو من هنا من خلال التلفزيون المصري بناشد كل الشباب اللي عنده فكره صغيره ان هو فكر فيها ويجي يقترحها علينا ونتناقش فيها ونعمل له نموذج اولي للتصنيع. ما فيش حد يخاف من حاجه. احنا لازم نغير مفهوم النجاح عندنا. يعني كان ليا صديقه امريكيه بتكلم معاها عن موضوع السكسس، النجاح، فقالت لي بالنسبه لك ايه النجاح؟ بالنسبه لكم ايه النجاح في مصر؟ قلت لها reaching your goals، يعني انت توصل للهدف بتاعك. فقالت لي لا ما ينفعش، ده النجاح عندنا احنا moving from failure to failure without losing any motivation، يعني الانتقال من الفشل الى الفشل دون فقدان العزيمه. فما حدش يعني يخاف من حاجه، فكر، ولو عندك حل لاي مشكله. احنا عندنا شباب جميل جدا، عندنا نسبه الشباب العاطل اكتر، الشباب اللي موجود على القهاوي عنده افكار جميله جدا، الشباب محتاج حد يتكلم معاه، حد يناقشه. عندنا مثلا في مدينه الزقازيق عندنا لا يقل عن 350 سائق تاكس مؤهلات عليا. لما حضرتك تركب التاكسي وتشاور التاكسي وتركب معاه تلاقيه بيقترح عليك حلول فعليه جميله جدا للمواصلات مثلا. يعني احنا عندنا في مدينه الزقازيق مشكله المواصلات، في تكدس وفي ناس بتموت في العربيات قبل ما توصل للمستشفى. دي حاجه يعني فلما جيت اتكلم محزنة بكل أسف. طبعا لما جيت اتكلم مع شاب جميل من الشباب المؤهلات العليا اللي بيشتغل في التاكس، فقال احنا عندنا كذا حل. اول حل وايه سبب المشكله كمان، يعني اقترح السبب والحل. تمام، دي اجمل حاجه ان انت تقترح حل. فهو قال لي ان سبب المشكله احنا جزء من السبب الرئيسي في المشكله المسؤولين. احنا عندنا مواكب كتير جدا بتمشي، الموكب بيمشي قدامه عربيتين ثلاثه وورا عربيتين ثلاثه وعلى اليمين وعلى الشمال، فده بيحصل تكدس. الشوارع تبقى مقفولة. طبعا في كل دول العالم المتقدمه والدول اللي خارج مصر في طريق خاص بالطوارئ، طريق يمين وطريق شمال رايح وجاي، وفي طريق خاص بالطوارئ لا يمكن اي حد ان هو يمشي فيه الا الحالات الحرجه والطوارئ. ممكن نعمل طريق دائري من بره الزقازيق مثلا على الاطراف، الناس تقدر بدل ما يخش عايز يروح المنصوره يخش جوه ويعمل تكدس والناس تتوفى في ده امر غير مقبول طبعا. الناس ممكن تتجه الى الطوارئ، الطريق الطوارئ. في حاجه تانية برضو مهمه، ممكن نعمل زي التليفريك زي بتاع لبنان يساعد الناس، اسعاف طاير. دي مشكله قصدي حضرتك الأفكار موجودة لكن الافكار موجوده والشباب مليء بس هو برضو ايا كانت الافكار موجوده وايا كان حماس الشباب، انت محتاج لجهه تنفيذيه، تمام. تستطيع ان هي وانا بضم صوتي لصوت تمول. حضرتك، انا بضم صوتي لصوت حضرتك. هو الجهات التنفيذيه يعني بتنقسم ما بين مسؤولين ورجال اعمال. مش كل رجال الاعمال بيقتنعوا بكل الافكار، ومش كل المسؤولين بيساعدوهم. حضرتك في ازمه في مصر تحديدا ما بين رجال الاعمال وما بين المخترعين. قناعة رجل الأعمال بالمخترع دي محتاجة ثقافة تحتاج يمكن لسنوات قادمة. تمام. رجل الأعمال اللي بيقتنع بكده بيبقى أحد رجال أعمال الدولة الذين يعني ينشدون وطنية ما يتمنون هو لها خلينا فإحنا كده منصفين. تمام. لكن أنا عايز أقول لحضرتك إيه، إن يعني مش هنعول على رجال الأعمال إلا أن تكون الدولة وسيطا بينهم وبين المخترعين. في هذه الحالة يمكن لرجل الأعمال أن يضمن اختراعا، لكن هم ما بيقتنعوش بكل اختراعات. المهندس محمد يمكن عاش تجربه او ما عاش، ما اعرفش الحقيقه مع رجل اعمال، لكن ايه مدى قناعه رجل الاعمال خاصه اذا كان يدور في فلك معين وصاحب افق محدود، فدي تبقى ازمه فوق الازمه. فانت حضرتك محتاج زي المأذون كده، محتاج الدوله تبقى هي وسيط ما بين هذا وذاك من اجل الوصول الى بر الامان. فهل ده ممكن؟ يعني انت حضرتك طرقت ابوابا مثلا لم تطرق من قبل، ما احنا عايزين حلول خارج تمام، خارج تقليديه الروتين الممل اللي احنا عايشينه. تمام. هو زي ما انا قلت لحضرتك، انا بضم صوتي لصوت حضرتك برضو، وبناشد من هنا جميع المسؤولين، السيد محافظ الشرقيه الجديد اللواء خالد سعيد، وجميع المسؤولين في الدوله. محافظ الشرقيه القديم لما احتفى بيكوا كان ايه النتيجه؟ النتيجه
ان هو اقتنع بفكر جمعيه بنك الافكار، لكن للاسف في حركه التغييرات الجديده لا يعني بعد قناعاته دي حصل ايه؟ هو حصل تكريم من قبل السيد الاستاذ الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقيه السابق لاكثر من 250 مخترع من حلايب للشلاتين، لكن من حلايب وشلاتين للعالمين من جميع انحاء الجمهوريه. وما بعد الاقتناع، ما بعد الاقتناع كان موجود. التكريم حلو والاقتناع بالكلمات تمام حلو، تمام. لكن ما بعد الاقتناع هو الآلية ايه بقى؟ كان موجود الاستاذه المستشاره تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمه الدستوريه السابق، وكان موجود الاستاذ محمود صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي. تمام. لكن انا بناشد كل المسؤولين على عقد قران. على الآلية بقى. ما انا يعني بقول حصل لحضرتك ايه؟ انا بقول لحضرتك هو احنا بنناشد جميع المسؤولين على عقد قران ان هو يشتغل دور المأذون زي ما حضرتك قلت، يعقد قران ما بين المخترعين ورجال الاعمال. دي حاجه لازم الدوله ترعاها. لازم الدوله تلعب دور المأذون زي ما حضرتك قلت وشبهت، وده تشبيه جميل جدا، ان الدوله تلعب دور المأذون على عقد القران بين المخترعين والمبتكرين وبين رجال الاعمال. وفي حاجات على فكره حضرتك، يعني الفكرتين اللي احنا اتكرمنا بيهم وفوزنا بالمركز الاول كجمعيه بنك الافكار في المؤتمر القاهره الدولي للابتكار الثاني، فكرتهم بسيطه. يعني فكره الحوائط الذكيه. الحوائط الذكيه دي عباره عن رسوم واشكال، رسوم 3D تمام، بتركب على الحائط مباشره، غير قابله للاحتراق، تمام، عازله للصوت والحراره. فكرتها بسيطه، رخيصه الثمن، بتعطي شكل جمالي، هي بديله للدهان، صديقه للبيئه وغير مضره بجسم الانسان. ده بالنسبه للحوائط الذكيه اللي اخترعها الاستاذ سيد المليجي. بالنسبه للتكريم الثاني، الاختراع الثاني اللي هو اختراع ماكينه الفايبر جلاس. وماكينه الفايبر جلاس موضوعها بسيط جدا، هي بنستوردها من بره بحوالي اكتر من نص مليون جنيه. الاستاذ مجدي شرف صنعها هنا بخامات مصريه 100%، وكلفتنا تقريبا 60,000 جنيه. طب اهميتها ايه للمواطن المصري البسيط اللي محتاج حاجه تنعشه وتحسسه بالامان؟ اهميتها انها بتوفر على الدوله اكتر حاجات كتير جدا، هتبقى رخيصه الثمن طبعا، فرق شاسع بين 60,000 ونص مليون. في حاجه كمان ان هي بتدخل في تصنيع لعب الاطفال، تدخل في تصنيع اللي هي اكشاك المرور، بتدخل في تصنيع صناديق القمامه، تمام، وغير قابله لا للحرق ولا للكسر ولا للاشتعال. ففي افكار بسيطه كتير لازم ان الدوله تتبناها، وان المسؤولين يجتمعوا ببنك الافكار واعضاء بنك الافكار والمخترعين بشتى الطرق ويحاولوا يساعدوهم. لان وبعدين انا برضو الاستاذ محمد كان بيقول ان هو تردد كذا وقت. احنا مش عايزين حد يتردد، مفيش حد. هو طب انا هتردده ودخل الساحه، بس احنا عايزين من يلتقط. يعني ايه احنا الذي غير احنا كجمعيه بنك الافكار حضرتك، احنا بننزل، احنا كدورنا كجمعيه، بس احنا محدودين يعني، طبعا مش مسؤول تنفيذي. احنا بننزل للشباب اللي موجود على القهوه وبنتكلم معاه، بنعمل ندوات تثقيفيه. عملنا قبل كده ندوات تثقيفيه ونفذناها للقرى الاكثر احتياجا، تمام. والاحتياج مش مادي بس، ده في احتياج معنوي. في ناس كتير عندها جهل وعندها بئر مليء بالحرمان ومفيش معلومات، مش عارف يفرق بين اي حاجه. بئر الحرمان دي روايه، انت بتقرا روايات كتير ولا طب مهندس محمد فوزي، يعني اكيد رغم ان حضرتك رجل عملي، بس اكيد لك تمنيات تتعلق بالعاطفه الانسانيه الى حد كبير. يعني في من يلتقط مثل هذه الابداعات لتكون يعني نجاة لقاطرة التنمية في مصر. بيراودك ايه؟ يعني بتتخيل ايه بعيدا بقى عن الناحية